وزي ما اتطلب مننا ان احنا نعمل قناة بتتابع الترندات الجديدة، وشكرا جدا لجون ويك اللي طلب مننا كده ونفذنا الكلام ده. احنا طبعا هنجيب لكم كل الجديد بتعليق سريع جدا من واقع خبرتنا في المجال الفني. باختصار بقى، والعناوين بتاعت الفيديوهات اللي بتبقى مش ليها اي علاقة خالص بالمحتوى بتاع الحلقة، لا احنا بنلخص لك خالص في القناة هنا. هالة صدقي كانت عاملة برنامج. البرنامج ده المفروض ان فيه واحدة هتاخد جايزة على حسب كلام المساعدة اللي هي الست اللي شغالة مع هالة صدقي بره بقى السينما. في برنامج كانت فيه هالة صدقي المفروض توزع فلوس من ميزانية البرنامج للضيوف او للحالات الانسانية والحاجات اللي احنا بنشوفها في البرامج مثلا. فاستضافت مين؟ استضافت واحدة اللي هي المساعدة بتاعتها، يعني هي المساعدة بتاعتها اللي شغالة مع الفنانة هالة صدقي في حياتها، يعني شغالة بتساعدها في ممكن في البيت، ممكن بتساعدها في شغلها، اسيستنت ليها يعني. المهم الست دي جت خدت 150 ألف ريال كمكافأة البرنامج، على حسب كلام مين كل ده؟ على حسب كلام مساعدة الفنانة هالة صدقي. المهم هي صورت وطبعا دمعت وكده، وهالة صدقي قالت كلام جميل جدا في حقها، وبقالك مدة وست أمينة معايا يعني والكلام ده. وعلى حسب بقى كلام المساعدة إن قط من هنا، الكاميرا قفلت من هنا. هالة صدقي قالت لها وانت هتصدقي خلاص؟ فهالة صدقي قالت لها وانت صدقتي ولا ايه؟ الفلوس دي مش ليك انت. فخدت الفلوس وادت لها 50 ألف على حسب كلام مين؟ المساعدة بتاعت الفنان هالة صدقي. وانا دايما بقول لك ليه على حسب كلام مين؟ عشان الفنان هالة صدقي من دقايق قدمت بلاغ للنائب العام بتتهم فيه المساعدة بتاعتها بالتشهير، وبتقول لها يعني في البلاغ بتاعها ان ولا حاجة من الحاجات دي حصلت او كانت حقيقية. طبعا المساعدة الخاصة بهالة صدقي قالت في اكتر من برنامج ان هي خدت الفلوس كلها وادت لها بس 50 ألف، وقالت لها ده انا حتى دفع الفلوس دي من جيبي، القناة ما جابتليش اي فلوس ليا. ويعني الست المساعدة دي من كلامها كده تقدر تفهم ان هي خدت الفلوس مثلا ليها وما ادتش الفلوس كلها للضيف زي ما كان حاصل. من ضمن التعليقات اللي انا قريتها على الكلام بتاع الست المساعدة الفنانة هالة صدقي، هو ايه يعني؟ طب ما تاخد ال50 ألف وتمام، وايه المشكلة؟ لا، هنا في مشكلة كبيرة جدا. اول مشكلة ان الست دي اتوعدت على الهوا ان هي واخدة 150 ألف ريال. الرقم ده تقريبا كبير جدا، يعني يعدي ال1 مليون جنيه، يعدي 1 مليون ونص على ما اعتقد. يعني ريال ب13 مثلا ده هيبقى حوالي تقريبا 1 مليون ونص. فبالتالي او اكتر يعني. فبالتالي ما ينفعش، الصدمه هتبقى وحشه قوي. تخيل على الهوا، والتاني كان موضوع مفاجاه. وحسب كلام مساعدة هالة صدقي قالت ان هي ما كانتش جايبه لها اي سيره عن الحلقه او هيحصل ايه، هي قالت لها بكره هنصور. فرد الفعل الناس شافته على الهوا ده ما كانش تمثيل، ده كان حقيقي. الست ما تعرفش انها جايه تستلم فلوس، ومره واحده على الهوا بيتقال لها 150 الف ريال، بعد كده تكتشف ان هي هتاخد 50 الف جنيه بس. المهم الحلقه دي اتذاعت واتعرضت. مساعده الفنانه هاله صدقي بتقول ان الجيران والناس كلها طمعانه فيها بقى دلوقتي، لدرجه بتقول لك ان في شباب كمان يعني جايين اكيد كانوا عايزين يتقدموا لها بقى بعد ما الست دي خدت ملايين، هي ست بسيطه يعني كده. فبتقول الناس كلها طمعانه بقى، واللي عايز يستلف منها، وهي طبعا لو ما سلفتش هيقولوا لها ازاي ده انت واخده على قلبك مثلا 1 مليون وشويه، ازاي مش عايزه تسلفي جارتك بتاع. فالناس زعلوا منها، ده اساسا ده سبب يعني ان هي بدات تشتكي. ونمره اتنين ممكن الضرايب، يعني مأمور الضرايب ولا حاجه يكون بيتفرج على الحلقه، فيبدا يروح عامل لها تقدير ضريبي بقى، يعني اللي هو انت هتاخدي المبلغ الفلاني، فيروح ما عامل لها حسبه ضريبيه كده، فيبدا يبعت لها ان هي ما سددتش الجزء بتاع الضريبه. ما الجوائز دي ليها ضرايب بتدفع يعني. ما الجوائز دي بتبقى ليها ضرايب بتدفع يعني، مش معفيه الضرايب. زائد ان هي بتقول ان الناس كلها طبعا بقالها كتير بقى عماله تقر عليها، من وجهه نظرها هي بقى الناس بتقر عليها بقالها كتير، والناس كل شويه تتصل بيها تقول لها ايوه ما انت واخده ملايين، ما تساعدي بنت اختك، ما تساعدي بنت خالتك، ما تساعدي جارتك. هي ما قالتش كده تحديدا، بس انا بقول لك ايه المشكله اللي الست دي وقعت فيها. عشان لقيت تعليقات كتيره وبتقول لك ايه، طب ما كويس 50 ألف. ايوه بس هي الست حست ان البرنامج مطلع 150 الف ريال، وجالها هي بس 50. فاتقال لها بعد كده على فكره هو التصوير اصلا ما كانش معاك، ده كان مع حاله انسانيه
تقريبا بتعمل عمليه قلب، وكانت المفروض تاخد الفلوس دي، واحنا صورنا معاكي وقتها لان كان في مشكله في الحلقه دي ما عرفناش نطلع بيها لان تقريبا الست اتاخرت حاجه زي كده. فالكلام ده كله طلعت قالته في اكتر من فيديو. فالمدام بقى والفنانه هالة صدقي عشان تحسم الموضوع ده كله، لان ناس كتير هجمتها وقالوا ان هي يعني ممكن تكون خدت الفلوس من ورا البرنامج. الناس ممكن تكون شكت في حاجه زي كده يعني من الكلام اللي اتقال. فبالتالي هي راحت مقدمه بلاغ للنائب العام عشان تشتكي فيه المساعده بتاعتها وتتهمها بالتشهير. الحقيقه فين بقى؟ هنشوف بقى التحقيقات بتاعت النائب العام. من واقع خبرتي يعني الموضوع ده هيخلص بالتصالح. اي خبطه مع اي فنان او مع اي حاجه بتعلى في الاول، زي الموضوع بتاع الصفعه بتاعت عمرو دياب دي اللي ضرب معجب. هي وصلت لحد ايه دلوقتي؟ حد يعرف حاجه؟ واتقال هرفع قضيه، واتقال رفعنا فعلا قضيه، وعمرو دياب عمل محاضر. الموضوع بيتلم يعني، بياخد شويه كده ترند وبعدين بينزل. وده كان الترند بمنتهى الاختصار. بس تعرف الترندات الجديده بقى، تشترك معانا وتابعنا.